يعني عنده واحد المليون، 2 المليون، 100 مليون، ورد شي فلوس وخلاهم في الحساب البنكي ديالو، قال ما عنديش مشكل، راهم في البنكة، راهم في الأمان. أي نعم، هما في الأمان من الاختلاسات، وحتى الاختلاسات بين قوسين، لأنه هناك حسابات بنكية اللي عرفت اختلاسات، يعني سواء من أشخاص داخليين أو خارجيين، يعني نصابة في حكم نصابين اللي كينصبوا على الناس برسائل قصيرة عبر الهاتف النقال وتياخذوا لهم فلوسهم، لانهم حتى هما مغفلين، هذوك الناس اللي كتنصب عليهم، لان كيعطيهم معلومات كتخص بهم وتضحك عليهم. إن المبدأ هو أنك فلوسك في الأمان، نعم، لكن واش هذا الأمان غيبقى إلى الأبد؟ لا. ردوا بالكم، إلا حطيتي فلوسك في واحد البنكة وبقات الفلوس ديالك لمدة 10 سنوات، في أوروبا عندهم 30 عام، احنا في المغرب عندنا 10 سنوات. إلا بقات فلوسك في البنكة 10 سنوات، الحساب ديالك ما كيعرفش حركة، الادخار ديالك ما كيعرفش حركة، المنقولات ما كتعرفش حركة. المنقولات يعني بالفرنسية لي فالور موبيليير، أو فلوس حاطهم في حساب، حيت القانون تيتكلم على ما يودع في حساب في البنك، راه ما فرقناش ما بين الادخار وبين حساب جاري الى اخره. فلوسك في البنكه ما تغفلش عليها، خصك ساعه ساعه تحركها، تمشي تخرج تدفع، تحرك تدفع شي شيك، تخرج بالبطاقه الائتمانيه، تمشي للبنكه تقول لهم عطيوني شي فليسات، تعاود ديك الفليسات عاود حطهم، وسير غبر 10 سنين اخرى، ما تكملش 10 سنين، غبر 9 سنين ما كاين مشكل. ولكن لا غبرتي 10 سنين والحساب ديالك ما عرفت حتى شي عمليه، ما دخلتي فلوس، ما خرجتي فلوس، ما عطيتي لشي واحد يخرج شي فلوس من داك الحساب 10 سنين، فليسات ديالك كتمشي فين؟ كتمشي صندوق الايداع والتدبير. هذا صندوق الايداع والتدبير كنعرفوا هذه مؤسسه ديال الدوله. هذا الصندوق الايداع والتدبير تحتفظ بك الفلوس ديالك، كنعتبروهم امانه، ولكن هذه الامانه عاوتاني ماشي للابد، عندهم امانه 5 سنين. اذا ما قلبتيش فيهم في الخمس سنين، دابا بح الفلوس في خطره واحده، كاين تقادم مكسب بالنسبه لهذاك الصندوق. اكتسب ذلك المال شرع قانونيا، ما نقولش حلالا عليه، ولكن نقول قانونيا. القانون تيقول 10 سنين في بنكه ما حركتيش الحساب، مشات الفلوس من بعد داك 10 سنين الايداع والتدبير، وجلسات 5 سنين وما قلبتيش فيهم، مشات الفلوس من بعد 15 عام ما بقيتي تسال حتى ريال. شاو داك الفلوس؟ شكون اللي تيقول هذا الشيء؟ هذا الشيء تيقولوا القانون 102 103 لا 103 12 103 قانون كيتعلق بالبنوك. 103 تيقول بان هاد الفليسات الا حطيتهم في البنكه وما حركتيهمش، ما دخلتي ما خرجتي، ما عرفت حتى شي حركه، وما متيش، مازال لا متي، وجاو ذوي الحقوق ولا الورثه وحركوه، راه مزيان. لكن الا متي وما جاوش حتى الورثه وكملت 10 سنين من اللي بديتي انت بديتي 7 سنين ومتي وبقات 3 سنين فلوس في البنكه، ما جاوش الورثه، عاود كملت 10 سنين، كيصيفطوا داك الفليسات الايداع والتدبير في الرباط. لكن كاين واحد الاجراء خص البنكه ديرو، لكن للاسف واش كديروا في الواقع؟ غنطرح السؤال ما جاوبش عليه، وما لقيتش العقوبه في النص القانوني ان البنك الا ما احترماتوش. لكن مبدئيا ملي غتمشي للمحكمه وتقول له ما درتش هذا الاجراء، كتاخذ فلوسك ولو تكون دازت عليهم 15 عام، ان هذا ماشي سقوط حق، هذا تقادم، واجراء اللي دارت البنكه اللي ما دارتوش كتحمل المسؤوليه عليه. اشنو هذا الاجراء؟ هو انا قبل ما تكمل 10 سنين انت ما حركتيش الحساب ديالك، 6 شهور قبل البنكه خصها تصيفطك رساله بالعنوان اللي عندها، تقول لك اسيدي الله يكثر خيرك، واش بغيتي ولا لا، واش بغيتي لا تحركي هذا الحساب ديالك، راه من بعد 6 شهور راه حنا غادي نصيفطوه للايداع والتدبير. اذا بنتي انت راك صافي حركتي وقطعنا داك التقادم ديال 10 سنين، عاوتاني غتبدا 10 سنين واحده اخرى، يعني سير عاوتاني ارتاح، ما كاين مشكل، واحد 9 سنين ونص وعاود رجع لفلوسك، ما كاين مشكل. لكن لما بنتيش في داك 6 شهور ملي كتقفل 10 سنين، لانه ما فوقاش يتصلوا بك 6 شهور قبل ما تقفل 10 سنين، يعني 9 شهور و6 شهور، 9 سنين و6 شهور،
تيخصهم يصيفطوا لك رساله ما جاوبتيهمش داك 6 شهور وكملات 10 سنين كيصيفطوا الفلوس للبنكه الايداع والتدبير. الايداع والتدبير كنعتبروها امانه محطوطه راه كتسيره، نهار تجي تاخذها نهار بغيت فلوسك غادي تقول لهم اعطوني فليساتي الله يكثر خيرك، واحد الفلوس كانت عندي في البنكه راه قالوا لي صيفطوها عندكم. انا 10 سنين كنت مسافر، كنت مريض، فقدت الذاكره، ما كانش مخصوص، نسيت داك الفلوس، انت حر ما بغيتيش تحركهم. لكن اللي وقع داز 10 سنين مشات الفلوس الى التدبير، تمشي عنده في ال5 سنين غتاخذ فلوسك. عطوني فليساتي، كيتيقنوا منك شكون انت، الهويه ديالك، فليسات، الحساب، بطاقه الى اخره، هاكا سيدي فليساتك، كاين مشكل. لكن الا ما بنتيش في ديك ال5 سنين فليساتك تقادمات وخداتهم صندوق الايداع والتدبير، رجعوا اموال الدوله. ان مؤسسه الايداع والتدبير هي مؤسسه عموميه وتدبر مشاريع ديال الدوله، هي آلية من الآليات المالية اللي كيشتغلوا بها والمؤسسات المالية اللي كتشتغل بها الدولة. إذن كتاخذهم ديك ساعات الدولة لأن هذا القانون. فأنتم فيقوا، ما تكونوش ناعسين وما تكونوش غافلين على هذه المسألة. عندك فليساتك الله يكثر خيرك ما تخليهاش تعدى وتوصل ل 10 سنين، سير حلك فليسات حركها. غير هذا الحساب اللي كنهضروا عليه خصو يكون فوق 200 درهم. قول لي لا تبارك الله 200 درهم ما تمشيش للايداع والتدبير دكتور. فوق 200 درهم كيطبق عليه هذا الفصل 52 من القانون الذي يتعلق بالبنوك 103 15 12 دكتور 103 12. نعم. عاود اختار الثالثه باش ناخذ معك فوطه، ربح فوطه. عطيتيه لي يا دكتور، انت اللي ذكرتني به في الاول. الثالثه لا، ولكن دابا انا مع الفصل 152 ومع هاد المبالغ هادو باش نعطيكم فكره اللي وصلنا اليوم. هاد الفلوس شحال دابا تقريبا في رايكم البنوك يكونوا صيفطوا الى حدود 2024 تقريبا؟ شحال الفلوس في رايكم من البنكه خرجت ومشات لصندوق الايداع والتدبير؟ السي ابراهيم شحال؟ تقريبا ما بين 300 و 400 مليون ديال الدرهم. 300 و 400 مليون ديال الدرهم، 300 بين 300 و 400، لان الحدود 2020 2021 كانت 325 مليون ديال الدرهم. إذن اليوم لازمنا هاد العام ولا 3 سنين نكون وصلنا لواحد 400 تقريبا بين 300 و 400 مليون ديال الدرهم، هي 40 مليار. هاد الفليسات هادي كتعلق تقريبا شحال من حساب؟ تقريبا بين 25,000 حساب و 30,000 حساب ديال المواطنين المغاربه اللي عندهم هنا الحساب مفتوح. ماشي لازم يكون مواطن مغربي، يعني انسان عنده حساب. قلناش مواطن مغربي، الجنسيه ليست بشرط. حل الحساب ما تحركش لمده 10 سنوات، كيمشي الايداع والتدبير، ايداع والتدبير يبقى عندك 5 سنين ما تحركش، مشات لك فليسات ديالك بالقانون. يعني هادشي اللي عطا الله. غتقول لي انا فلوسي حر ننساهم 20 30 عام 40 عام، نقول لك لا، القانون هو هذا. وهذا القانون صوتوا عليه المنتخبين البرلمانيين، وهذا البرلمانيين انتم اللي اختاروهم كيمثلوا الشعب. اذن هذه اراده الشعب، كتسمى اراده الشعب، داكشي باش كنسميوه قانون. اذن ملي كتكون قانون كتكون الشرعيه، وهذا الشيء اللي عطا الله. يعني الامور واضحه، ما غاديش يقول لك شي واحد لا انا ما طبقش عليا، انا فلوسي ضربت عليهم تماره. رد بالك داك الشيء باش انا تنقول لك هذا الشيء هذا باش تفيق وتمشي ترد بالك وتحرك داك الفليسات ديالك. دابا اليوم بالنسبه اللي داز عليهم فلوسهم 10 سنين كاين واحد البوابه سميتها امانتي، درتها صندوق الايداع والتدبير. كنظن هما اللي داروها باش يمكن لك تقلب غير عن بعد، غير في الموقع ديالهم تدخل تعطي المعلومات اللي كتعلق بك، الحساب ديالك، ويقول لك فليساتك واش كاينين ولا ما كاينينش. وتيمكن لك دير طلب تسترجع المبلغ ديالك الا كنتي في 5 سنين. الا كنتي تعديتي ال5 سنين هادشي اللي عطا الله. لكن الا ما تبلغتيش في داك 6 شهور اللي قلت لك، راه تيمكن لك دير دعوه ضد البنكه وتقول لها لا لا ردي لي فلوسي الله يكثر خيرك، راكي ما احترمتيش القانون. وعلاش قلت لكم انا السؤال ما غاديش نجاوب عليه؟ لانه انا مايل ان هذا الاجراء لا يحترم. علاش؟ لان عندنا الفصل 503 من مدونة التجارة اللي كتكلم على إغلاق الحساب البنكي والشروط الشكلية لإغلاق الحساب البنكي. البنوك لا تحترم هذه الشروط. إذن ليس بالجديد على أن الفصل 152 حتى هو ما يتلقاش التطبيق السليم القانوني باش نخبر الناس. أو إذا مشيت عند البنكة تقول لي ها هو العنوان اللي عندي ديال هذا السيد ولا ديال هذه السيدة، أنا كتبت له فيها. هذا السيد غالبا رحل ولا ما بقاش في ذاك العنوان، وحنا هذا هو العنوان اللي عندنا. إذن بلنا نقول خص نديروا
مجهود البنوك ويقلبوا على هذا السيد، لان ملي كيكونوا كيسالوه الفلوس كيجبدوا العنوان ديالو ولو الجديد، ولو يكون ساكن في براكه كيجبدوه كياخذوا فلوسهم، وملي تكون فلوسه عند البنكه يقول لك العنوان احنا اللي عندنا احنا صاوبناه. ان ردوا بالكم وفيقوا معايا وبارك عليكم من داك الفيديوهات ديال التفاهه. تبعوا اللي غيفيدكم وسمعوا اللي غيفيدكم وفهموا اللي غيفيدكم وينفعكم. كفانا من الجهل وضيع الحقوق ديالنا، وكنبقاو من بعد تنبكيو تنقولوا داو لي وفعلوا لي. ها هو القانون واضح. فيق معايا الله يجازيك بخير ايها المواطن المغربي، ايتها المواطنه المغربيه، وسير قلب في داك الشيء اللي غادي يفيدك. سير قلب في ارضك، سير قلب في فلوسك، سير قلب في ولادك، سير قلب في الحاله المدنيه ديالك، سير قلب في خدمتك، قلب في التقاعد ديالك، قلب في الشواهد ديالك، قلب في النقط ديالك، قلب في الحقوق ديالك. ما تبقاش تمشي في ديك الموجات ديال هذاك راه تتوقف لي هنا، هذا تزوج، هذا طلق، هذا في استجمام مع زوجته ومع ابنائه في عطله صيفيه. لا يهمنا هذا الامر ولا تهتموا به، اهتموا بما يفيدكم.